طالب، فقيل يا علي من أشجع الناس؟ فقال أشجع الناس هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقالوا والله ظننا أن الشجاعة في ضرب السيوف. فقالوا لماذا؟ فقال إني رأيت النبي مرة أول بداية الإسلام، ورأيت كفار قريش ملتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فرأيت هذا يجذبه وهذا يضربه وهذا يقعده، وكانوا مجتمعين على النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يخنقه على جدار الكعبة، وما من أحد استطاع أن يدافع عن رسول الله. يقول علي بن أبي طالب فرأيت أبو بكر الصديق يأتي وهو يجري من بعيد ويقول أفسحوا الطريق، ابتعدوا عن الطريق، حتى دخل بين هؤلاء السلة وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالتفت عليه عقبة بن أبي معيط وضرب أبو بكر ضربا شديدا بالنعال، وكان النعال في أسفلها خشب، وأخذ يضرب أبو بكر على وجهه وعلى عينيه. قال والذي نفسي بيده ما عرف وجه أبو بكر من رأسه، وانتفخ وجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحمل أبو بكر الصديق وهو مغشى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارفعوا أبا بكر وهو جالس. فجاءت بعض رجال قبيلة أبا بكر فرفعوا أبو بكر الصديق وذهبوا به إلى بيته عند أمه، وقالوا لها والله لا نظن أنه حي ونشك أن يحيى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مغشى عليه، وأمه بالغرفة تنظر إليه وتراقبه. فلما أفاق أبو بكر الصديق وفتح عينيه أول ما قال لأمه أين رسول الله؟ ماذا فعل برسول الله؟ أين رسول الله؟ ماذا فعل برسول الله؟ فقالت له أمه اترك عنك محمد، فهذا هو الذي جر لك محمد. فقال لأمه والله ما أطعم ولا أشرب حتى يأتيني خبر رسول الله. فقال لأمه اذهبي لأم جميل فاطمة بنت الخطاب وقولي لها إن أبا بكر يسألك عن رسول الله. فذهبت إلى فاطمة وقالت لها إن أبا بكر يسألك عن محمد. فقالت ما أدري ما محمد وما أدري ما ولد، خائفة لأنها كانت تخفي إسلامها. قالت لها ولكن خذيني معك أطمئن على أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فدخلوا على أبو بكر الصديق وهو مسجى، فقال أبو بكر الصديق يا فاطمة بالله عليك أخبريني عن رسول الله. فقالت له أبشرك أن رسول الله بخير. فقال أبو بكر الصديق سألتكم بالله أن ترفعوني إليه. تقول فاطمة فحملناه ووالله الدم يسيل على وجهه وعلى ملابسه، وذهبنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الباب ورأى أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق والدم يسيل على وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا أصابك يا أبا
فقال لا عليك يا رسول الله، إنما شيء بسيط في وجهي، فداك أبي وأمي يا رسول الله. فوالله الذي لا إله إلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعب من أجلنا وتأذى من أجلنا حتى يوصل لنا الرسالة.